بنا من أهل ضامران، قلت لهم نحن جاء الله بنا من جبال ضامران القاحلة، وأتى بنا في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بدأ الإسلام وحيث يعود، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالإسلام بدأ من هنا وسيعود هنا، ونحن أتى الله بنا هنا حتى ننهل من هذا العلم، من هذا المعين الصافي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث توجد العقيدة الصحيحة والسليمة، وحيث يوجد العلماء الربانيون الذين يجب أن ننهل من علمهم. إذا أتينا في الجامعة فليس من الصحيح أن نكتفي فقط بدروس الجامعة، ولو أخذنا درسا خارجيا واحدا، هذه من نعم الله تعالى علينا. فالله سبحانه وتعالى حينما أتى بنا هنا وتفضل بنا بهذه النعمة وأنعم علينا بهذه النعمة، فعلينا إذن أن نحمد الله ونشكره الشكر القولي والفعلي. نشكر الله قولا على أن بلغنا هذه النعمة بشكر لساني، وأيضا نحمده سبحانه وتعالى عملا بالفعل والعمل. والشكر العملي هو يكون من خلال الدراسة الصحيحة، الاهتمام بالدراسة النظامية، وكذلك الاهتمام بالدروس التي من الممكن أن نتحصل عليها من المشايخ، وخير من تنهلون من علمهم الكبار. ودائما الإنسان يلزم الكبار حتى في المجالس. إذا يعني أردتم أن تعرفوا عقل الرجل فستعرفون عقله من مخالطته للناس. إذا كان يجلس مع كبار السن دائما تكون آراءه صائبة وآراءه صحيحة. لماذا؟ لأنه أخذ من تجربة الكبار. فكذلك الحال في موضوع طلب العلم. إذا طلبت العلم على أيدي العلماء الكبار ستكون يعني دراستك صحيحة وسليمة، وغالبا تسلم من بعض من هم ليسوا أهلا للعلم أو ليسوا أهلا للتعليم، أو أنهم متحمسون بحد زائد. والعلماء دائما منضبطون، العلماء دائما منضبطون. فلهذا من الشكر العملي أن تشكر الله تعالى بالتطبيق الصحيح، بالتعلم الصحيح من الجامعة، وكذلك من الدروس التي تتوفر في المسجد النبوي، وكذلك اجتهادكم الشخصي في موضوع المنظومات العلمية. وهذا من العيوب لدى طلابنا من طلاب البيوش، أنهم لا يهتمون بالمنظومات العلمية، المنظومات والمتون العلمية. مثلا متن الأصول الثلاثة قليل منكم من يحفظها، متن الأربعين النووية، متن كشف الشبهات، متن القواعد الفقهية، متن تحفة الأطفال في التجويد. هذه المتون الخفيفة هي حقيقة تحتوي على العلم كله. إذا حفظتموها ففي يعني تدريسكم للآخرين، في تبليغكم للعلم للآخرين، سوف تستحضرون النصوص وتستحضرون الأحاديث والآيات القرآنية وغير ذلك. أيضا من الشكر العملي ما ذكره الشيخ عبد الواحد، موضوع الاهتمام بالاجتماعات الصحيحة. مثلا إذا اجتمعتم في المسجد النبوي لا يكون اجتماعكم على شاي وقهوة، لأن الشاي والقهوة ممكن تشربونها في الجامعة. إذا رجعتم في الليل تجلسون مع بعض جلسة خفيفة، تشربون شاي، الحمد لله اكتفيتم بالمطلوب. لكن في الحرم لا، يفضل أنكم لما تذهبون يعني تخيلوا معي أنكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صلاة بكم؟ ب1000، كل صلاة تصليها ب1000. فهذا فضل عظيم. وأيضا حينما تكونون بين الصلاتين لو جلستم في المسجد النبوي واستغفرتم الله، والله ستجدون تغيرات كبيرة في حياتكم، في العلم والمال والصحة كل ما يعني يكون عالق من أموركم سوف تتوسع عليكم الأمور. وأيضا كما تعلمون هنالك أدعية تكون أدعية جامعة. مثلا كلنا نريد الأطفال، نريد الأولاد، نريد المال، نريد الصحة، نريد العافية، نريد ما نريد من رغبات داخلية. أحيانا لما ندعو الله سبحانه وتعالى نتذكر كل شيء، ندعو يا الله مثلا ارزقني المال، يا الله أصلح أبنائي، يا الله أعطني كذا أو كذا. هذه الأدعية لا يمكن أن تستحضرها كلها، والطلبات كلها لا يمكن أن تستحضرها كلها في آن واحد. لكن لو جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بدأت تقول الأذكار هذه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار وذكرتها استجاب، يعطيك الله كل ما تريد. أيضا الدعاء الآخر
الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، كل شأني يعني أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكم من أناس أنا يعني أوصيتهم بذلك، وأيضا رأيت ذلك في نفسي، وسمعت كثيرا من المشايخ والمجربين من جربوا هذا الحديث أو هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، سوف تتحسن أموركم كلها بإذن الله تعالى، كل شأنكم يتحسن. وأيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، لما تصلون على رسول الله سوف يعني تتيسر أموركم بشكل كبير. إذا هذه يعني مجرد كلمات هي حقيقة هي لي قبل أن تكون لكم.